في هو المتبادل بين السلكين. احنا درسنا في المجال المغناطيسي انه اذا تجاور سلكين مستقيمين ومر فيهما تيارين كهربائيين ولا ينشا بين السلكين هذول قوه، قد تكون القوه طبعا تجاذب او تنافر، هذا بيعتمد على اتجاه التيار في السلكين صح؟ اذا التيارين مع بعض شو بيعمل؟ بالجاذب، التيارين عكس بعض بالتنافر. وان هاي قوة التجاذب التنافر تحسب بقانون اجتماعي كويس، الميو في تيار السلكين لام 2 باي فا. اتفقنا انه لام بنسميها الطول المشترك بين السلكين. يعني الطول المشترك يعني الطول المشترك بين السلكين طول نقطة التقاطع اللي بين السلكين طبعا. لما يكون عندك سلكين مستقيمين متوازيين لما نيجي نحسب القوة المغناطيسية المتبادلة بين السلكين، ركز معي هذا السؤال شو بقول لك؟ في الشكل المجال المغناطيسي منتظم يؤثر في سلكين مستقيمين متوازيين يصل فيهما تيارين 2 امبير و6 امبير. المطلوب مثل ما يقول لك احسب المجال المغناطيسي المنتظم اللازم لا يتزن السلك ألف أو السلك الأول. لأن نعرف السلك الأول كم قوة عليه 200. واحد من المجال المنتظم مجال إكس، والتيار الكهربائي نحو محور السينات، وطبعا القوة المغناطيسية وين بتطلع؟ سين الموجب. المجال المغناطيسي اكس والتيار لاسفل ينطبق على القوه سين موجب. هاي قوه 2 المجال المنتظم والتيارين مع بعض بصير بينهم ايش؟ تجاذب. القوه المتبادله بتساويهم بعض، بس طبعا بتكتب القوه المغناطيسيه التي نشات على السلك الاول من المجال المنتظم تساوي القوه المتبادله بين السلكين. تيار السلك الاول طول السلك الاول في المجال المغناطيسي المنتظم جيب ثيتا يساوي ميو التيار ايهما لام 2 باي فا. مش تروح تعوض تقصد لام مع لام غلط طبعا، بصيرش تقصد تا مع تا واحد مع تا واحد بصير، اما لام مع لام بصيرش طبعا. ليش؟ لانه الجزء اللي بيأثر فيه المجال المنتظم الجزء اللي بيأثر فيه المجال المنتظم 30 سم، والجزء اللي بيأثر فيه القوة المتبادلة 20 سم. ببالك تعريف لام تختلف. هلا لما نيجي نحكي طول السلك المغمور في المجال المنتظم 30 سم، المجال المنتظم 90 ميو ثابت، تيار السلك الاول 2، تيار السلك الثاني 6، الطول المشترك 20 سم. ده واحد اختصرناه. المسافة بين السلكين قديش؟ 15 سم. اختصار والباي مع الباي بتروح 2 ب 15 30 بتروح مع 60 بضل 2 وطالع 30 ب 10 12 2 غير يساوي. هذول الاختصارات كلهم راحوا طبعا 4 2 ب 2 16 10 12 7 بتطلع قيمة المجال 0 بروح مع ناقص 1 بطلع 2 ب 10 قوة 8 ب 10 ناقص ايش؟ 6 تسلا او 16 3 ب 10 قوة ناقص ايش؟ 6 تسلا. هاي المجال المغناطيسي المنتظم اللازم ان يؤثر حتى يتزن السلك. بس دير بالك القوة المغناطيسية المتبادلة كنا ناخذ الطول المشترك بين السلكين احنا صح؟ يعني لما اقول لك سلكين مستقيمين هلا بدي احسب القوة المتبادلة بين السلكين هذول شو باخذ الطول 20 سم. بس لو بدي اشتغل في السلك 2 تخيل السؤال بغير السؤال بقول لك احسب القوة المغناطيسية التي يجب ان تؤثر في السلك. بقول لك احسب حتى يتزن السلك 2 مثلا. غيرنا السؤال تمام، بتقول له حتى يتزن السلك رقم 2 كم قوة على السلك رقم 2؟
هو أصابك مجال أمامك تطلع قوة مغناطيسية للمجال، والتنافر بين السلكين لازم تساويهم ببعض. قوة المجال تساوي القوة المتبادلة، تيار السلك اثنين في الطول في الرينج في الجهتين يساوي تا يونت. في هذه الحالة بتقدر تختصر تا 2 مع تا 2 ولام مع لام. ليش؟ لأن الطول المضمون في المجال المنتظم نفس الطول المشترك، ففي الحالتين بيطلع لام نفسها. طبعا هلا التعوض غير المنتظم يساوي مينوت غير السلك الاول 6 امبير او 2 امبير، واثنين باي 15 سنتيمتر بين السلكين باي بضرب مع باي. طبعا المجال لازم يكون 8 على 3، هاي 30 بتصير ناقص 1 ناقص 6 تسلا. هذا بدنا نخلي السلك رقم 2 يلتزم. تمام، هذا بالنسبه للمجال المغناطيسي بس مثل ما كويس. هلا المجال المغناطيسي احنا الحصه الماضيه قلنا اذا سالك عن القوه المغناطيسيه المؤثره في شحن الكهرباء ما تنساش تهمل كل مجال مغناطيسي موازي. يعني بذكرك بسؤال، لما اقول لك في الشكل التالي بنتذكر هذا الملف الدائري اللي كنا نحكي عنه، هذا عمودي على الصفحه. اللي نازل هذا الملف الدائري عمودي على الصفحه، يعني كنت اقول لك لما بدك تحدد مجال هذا نطلب اضافه في الصفحه هيك، لانه هذا المجال المغناطيسي تبعه طبعا يحدد عن طريق اصابعك باتجاه المجال التيار الكهربائي، يكون هذا جزء منه ظاهر. فلو اعطاني ملف دائري تياره 3/4 امبير على اللفات 4 لفات ونص القطر 2 باي، ووضع سلك مستقيم يحمل تيار كهربائي نحو الاعلى 20 امبير، ويبعد مركز السلك مركز الملف عن السلك المستقيم 10 سنتيمترات. بيطلع لنا كم مجال مغناطيسي في المركز؟ 2. مرور تيار في السلك المستقيم يولد مجال مغناطيسي اكس نحو الداخل، هذا مجال السلك المستقيم. مرور تيار في الملف الدائري بيعمل مجال مغناطيسي سيني سالب، بيطلع مجالين مغناطيسيين مع بعض بالعكس بعض متعامدين هذول. مجال السلك المستقيم بدك تحسب قانون السلك المستقيم. اليونت تاعها 2 باي فا 4 باي 10 ناقص 7 تيار 20 وبعد نقطة على السلك المستقيم 10 سنتيمترات، صار شو بتضرب 4 باي 10 ناقص 5 تسلا. ومجال الملف من الميلاد تاعها 2 نقاط كم عدد اللفات 4 يبقى 10 ناقص 7 مش تيار 3 ارباع نصف القطر 2 باي سنتيمتر، جواب 3 ب 10 ناقص 5 تسلا. بيطلع مجالين مغناطيسيين متعامدين، ناخذ الجذر والمحصل في تغاز طبعا بينهم متعامدين. بس مين بتذكر هلا انت عندك مجالين مغناطيسيين، مجال الملف اللي هو 3، المجال اللي عمله السلك اللي هو اكس نحو الداخل. هلا السؤال بقول لك ثم احسب القوة المغناطيسية المؤثرة في شحنة قدرها 2 مايكرو كولوم تمر بسرعة 200 باتجاه محور السينات الموجب. نتذكر بدنا نحسب القوة المغناطيسية المؤثرة في شحنة قيمتها 2 مايكرو كولوم تمر بسرعة 200 باتجاه سين موجب. اتفقنا الحصة الماضية نعوض الاصل في التعويض المحصل، بس بدك تكتب لمين؟ بدك تهمل المجال المغناطيسي الموازي. مين بيعرف مين المجال المغناطيسي الموازي؟ غير الملف عامل زاوية 180، فلا يؤخذ بالاعتبار، يؤخذ مجال السلك وزاويته 90 تطلع القوة المغناطيسية معك. طبعا ترى صابك مع المجال خلق مع السرعة تنشأ القوة المغناطيسية عمودية على اتجاه التيار، عمودية على اتجاه السرعة. وقلنا في حالة القوة على السلك يهمل كل مجال مغناطيسي موازي للتيار وكل مجال ذاتي، لأن النص لا يأثر على ذاته، صح؟ ماشي. هلا انت معي في الحد الكهرباء المغناطيسي